السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الورود. جيتكم اليوم بتعليم فصال وخياطة الدشداشة اللي ناخذها للخياط يخلي لنا عليها بصمة تطريز، يعني مو انتو اللي تسووها. هذا هو شكلها. طبعا هنا هو الخياط انا اختاريت الموديل البصمة وبصمها، شوفوا هنا مخلي لها لاصق من الداخل، وهذا هو شكلها. شلون هو فصلها بهذا الشكل. هسه راح اعلمكم شلون راح نحفر الرقبة ونحفر الظهر ونربطهم مع بعض. هذا هو شكلها. طبعا وجهين، الوجه الامام وهذا الجوا الخلف. الخياط العفو صاحب التطريز فاتحناها بهذا الشكل. انا ان شاء الله راح افصلها امامكم حتى تستفادون. كثير طلبوا من عندي يقولون من نودي البصمة لأبو الماكينة التطريز ما نعرف شلون نحفرها. إن شاء الله راح أعلمكم، طبعا للمبتدئين والمبتدئات اللي ما يعرفون، مو يعني تجي خياطة هي ما شاء الله تعرف وتقول هاي الشغلة بسيطة. هسه بهذا الشكل راح أرسم بالطباشير أو بالصابونة، أرسم المكان اللي راح أحفره. إحنا كمحترفات بالخياطة نطبقها ونفصلها بسرعة، يعني نحفرها بسرعة. أما أنتم المبتدئات لا تطبقوها حتى لا تعبرون التطريز وتخطئون بالحفر، ترسمون تعبرون سنتيم واحد. شوفوا بهذا الشكل بالطباشير وحفرتها. شوفوا وديروا بالكم لا تحفرون الظهر ايضا جواها، انتبهوا من تحفرون اذا تريدون توخرون الظهر، اذا انتم مبتدئات وما تعرفون تخافون تقصون الظهر. بهذا الشكل شوفوا هنا طبقت الظهر وطبقت الصدر، اخذت حفرة الرقبة مالت الظهر اللي هي 3 أصابع طول و3 أصابع عرض. هسه هنا اخذت عرض الكتف 5 أصابع واصبعين للخياط. وأما حفرة الردن كانت شبر وفتر، حفرة الردن شبر وفتر. هسه صارت لنا بهذا الشكل، حصلنا على فصال دشداشة مرتبة وواضحة. هسه هنا خلصت البصمة، راح أجي هسه أشتغل على الردان راح تكون فصالها هي لاستيكة من الردن، لاستيكة مو مالات يعني كبار السن، لا هاي بيها موديل هسه تشوفوها إن شاء الله بنهاية الفيديو. هنا حفرت الردن همين شبر وفتر. بعد ما قرضت الطرف، شوفوا شلون قرضتها اللي هي نهاية هذه الردن حتى اندل الوسط مالت الردان. طول الردان 2 شبر و5 أصابع، لأن هنا المرأة تكون قصيرة، الردن قصيرة شوية، لأن صاحبة الدشداشة ناعمة جدا في أيديها تكون قصيرات. أما إحنا بالحقيقة الإيدين العادية الطويلة 3 أشبار مع الكفة. هاي هنا بعد ما أخذت الطول وحفرت الحفرة، هنا راح حفرها أيضا بهذا الشكل. صارت عندي ردان كاملة. هسه راح أجيب حفرة الرقبة، لازم نبطنها بطانة أو شو يقولوا لها هم، يعني نبطلون بها الحفرة أو التنظيفة بهذا الشكل. خليتها تحت الحفرة اللي إحنا حفرناها مع بعض. هسه راح أقصهم، أقص البطانة أو التنظيفة وأجي أخيطها بالماكينة، وهذا هو شكلها طبعا. وراح نخيطها. أهم شيء نضبط الخياط، يكون الخياط نظيف ومرتب. شوفوا بهذا الشكل، الزوائد من راح أقلبها أكويها، أخلي جواها لاصقة بوجهين حتى لا تنقلب التنظيفة وتضوجكم ويصير الخياط مو حلو. رتبوا خياطكم تكسبون زبائن. شوفوا بعد ما خيطت التنظيفة قرضتها خاصة الوسط، حتى من أجي أقلبها تجي الخياط كلش حلو مرتب وما مبوط وما بزيادة ونقصان. هذه هو شغلتها. هسه هنا باعوا جبتها أسحب التنظيفة من تحت حتى تكون حلوة وعدلة الحفرة. أسحب التنظيفة وأخيط بهذا الشكل. شوفوا شكلها شلون تخيطت، جتي حلوة ويا البصمة مالت التطريز. ما ديروا بالكم البصمة تصير تحت الخياط راح تصير أبد مو حلوة. خلي الخياط يكون فوق البصمة، يعني حتى الطرف مالت البصمة يكون حلو وواضح. أتمنى الطريقة واضحة لكم وسهلة، وحتى تستفادون من تخلون بصمة تطريز وتجون تخيطون. طبعا أنا جبت القماش ورحت لأبو الماكينة البصمات التطريز وبصمها هاي البصمة ب5000، سعرها 5000. بصب لي هذا الشكل. اختاريته ذهبي وأسود، طبعا الورد بداخله أسود، يعني مو القماش، هو الورد حاط خيط أسود.
وهسه هنا إذا عندي زيادة، عندي خيط زايد، عندي شي كله أقصه. أهم شي قلت لكم النظافة بالخياط، حتى الزبون يقتنع وينعجب بخياطكم ويرجع. شوفوا شلون طلعت الحفرة كلش حلوة ومرتبة، ما بيها لا. شوفوا شلون كلش حلوة، يعني مبينة وواضحة. هسه بعد ما خيطتها راح أجيب الظهر، أخيط حفرة الظهر أو طانة الظهر، وأربطهم مع بعض مع الصدر. هسه بعد ما جبت هنا الظهر وربطته على الصدر، شوفوا شلون راح أسوي طريقة دفن، طريقة ربط الظهر مع الكتف، يعني كتف الظهر مع كتف الصدر بهذا الشكل. طبعا اللون أسود، يا ريت واضح وشوفوه. فتحت التنظيفة مالت الظهر، خليت كتف الصدر بداخلها وخيطتهم مع بعض. أرجع مرتين حتى لا ينفتك الخياط، أرجع مرتين عليه وأخيط. وهسه شوفوا النتيجة شلون راح تكون حلوة. هذا هو الشكل، شوفوا كلش حلوة ومرتبة. راح تشوفوها من داخل شلون راح تكون مبطنة ومرتبة، يا ريت واضحة لأن اللون أسود. شوفوا هذا من داخل ماكو لا خياط ولا شيء، كله مبطن. استخدموا هاي الطريقة بالأكتاف وإن شاء الله راح تحصلون على خياط حلو ومرتب. نفس الكتف الثاني خيط نفس الطريقة الأولى. هاي الردان بهذا الشكل شوفوها بعد ما حفرناها أو رتبناها. هسه راح نخيط الردن، نخلي لها لاستيكة. أول شيء راح أكفها إصبع أو إصبعين، أكفها الردن، يعني البصمة اللي هي مالتها المعصم، كفيته هنا قبل كل شيء أكفه. ليش؟ أنا راح أخلي لاستيكة، راح يصير الخياط حلو هذا أبو اللاستيكة المرتب. نجيبهم مع بعض ونكفهم ونشتغلهم بهذا الشكل. هسه أعبر إصبعين شوفوا 2 إصبعين، أنزل من الكفة، إصبعين أنزل وأجيب اللاستيكة. تحبون اللاستيكة عريضة مثل هسه عندي الإصبع ونص، لو تحبون إصبع واحد عادي، كل الأحوال هي راح تجي حلوة ومرتبة، بس العريضة تعطيها جمالية أكثر. هسه راح نخلص اللاستيكين، نخيطها من الصفحتين وارجع لكم. هذا هو الشكل النهائي للردان، يا ريت وتمنيت تشوفوه بالحقيقة أحلى وأوضح. طبعا هنا لأن أسود اللون والأضاءة أبيضة ما يبين عندي أني. يا ريت تشوفوه، شوفوا شلون اللاستيكة كانت كلش حلوة ومرتبة. الردان كلش هادئة وبسيطة. يا رب إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم.
وهذا هو الشكل النهائي للدشداشة. طبعا بالحقيقة لأن هي سودة فمبينة أكثر أحلى. هذه هي الردان، يا ريت وأتمنى واضحة وشفتوها. كل شوفوها نزاكة نزاكة كلش. طبعا هو فصالها مو شي يعني جديد، احنا هواي مخيطيها بالقناة وحلوة، لكن تجي بهاي الفصال كلش مرتبة وحلوة. إن شاء الله يا ربي تعجبكم. إلى هنا انتهى الفيديو، يا رب إن شاء الله عجبكم ونال رضاكم. أكيد إذا عجبكم ما راح تبخلون علي بالإعجاب، اللايك تحت الفيديو، والاشتراك بالقناة إذا كنتم من المتابعين الجدد، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تعليق صغير منكم هو أكبر حافز إلي لأستمر وأقدم لكم المزيد. وأستودعكم الله، وانتظروني غدا بفيديو جديد. مع السلامة متابعين الورود.